العصر الحجري هو فترة من عصر ما قبل التاريخ، واللي فيها استعمل الإنسان الحجارة كأداة أساسية في النحت والتقطيع وكسلاح في بعض الأحيان. وكان بينقسم العصر الحجري لفترتين: العصر الحجري القديم، وده بدأ مع بداية ظهور الإنسان على سطح الأرض واستمر لغاية سنة 10,000 قبل الميلاد. وكان الإنسان في العصر ده بيعتمد على التنقل من مكان للتاني، لأنه كان عايش على الصيد وبيركز مكانه حسب وجود الحيوانات اللي بيصطادها، وكان بيصنع أدواته من العظام والحجارة. وفي العصر ده اتعلم الإنسان إنه يشعل النار، وده عن طريق العصا الخشبية ونظام الاحتكاك في توليد الحرارة. وفي العصر الحجري الحديث، وده بدأ من سنة 10,000 قبل الميلاد لغاية سنة 4,000 قبل الميلاد. وفي العصر ده اتعرف الإنسان على المعادن وطرق الصهران، وده اللي مكنهم من صناعة الأسلحة زي الخنجر، واللي يعتبر أقدم أداة حديدية مستخدمة في التاريخ. والعصر الحجري مرتبط بشكل أساسي بتطور جنس إنسان النياندرتال، واللي معروف باسم إنسان الكهف، واللي استوطن أوروبا حوالي سنة 50,000 قبل الميلاد، واللي تم اكتشاف أول بقايا وآثار ليه سنة 1856 في منطقة نياندرتال بألمانيا، واللي بعدها تم اكتشاف حفريات مماثلة في 40 موقع مختلف. الحقيقة إن إنسان الكهف كان بسيط جدا، كان كل هدفه في الحياة إنه يصطاد الحيوانات وياكلها، حتى إنه ما كانش معروف عنده مفهوم العيلة أو الأسرة. الرجل والمرأة في الزمن ده كانوا بيعيشوا في كهوف مختلفة بعاد عن بعض، وكانوا بياكلوا اللي بيصطادوه خارج الكهف، وده اللي أثبتته الآثار والحفريات. والجدير بالذكر إن إنسان الكهف كان عارف كويس إزاي يدفن موتاه، وده كان بيتم من خلال مجموعة من الطقوس الجنائزية لمراسم الدفن، وده اللي اتنبأ بيه علماء الآثار لما اكتشفوا حوالي 20 مقبرة كانت بتحتوي على رجال ونساء وأطفال من مختلف الأعمار. أما بالنسبة لمواصفات إنسان الكهف، فكانت جمجمته مشابهة لجمجمة الإنسان المعاصر، بس كان في اختلافات بسيطة زي بروز الجبهة وفتحات الأنف الكبيرة والوجه المدبب. وكان بيعاني من تقوس في الساق والأطراف، وكان بيتميز بضخامة العضلات اللي تساوي تقريبا ضعف عضلات الإنسان المعاصر، بالرغم من إن طوله كان بيتراوح من بين 155 سم إلى 190 سم. وكانوا بيعتمدوا على قوتهم البدنية بشكل أساسي، فضلا على إنهم كانوا صيادين مهرة في البيئات شبه القطبية في أوروبا. وعاش إنسان الكهف في أوروبا وآسيا الغربية على امتداد المساحة من أسبانيا حتى أوزبكستان، في فترة زمنت مع العصر الجليدي اللي شمل معظم مناطق أوروبا وآسيا قبل 500 ألف سنة. وبفضل أجسامهم القصيرة والممتلئة والقوية قدروا إنهم يتكيفوا مع العصر الجليدي. وخلال الفترة الطويلة دي كان غذاؤه الرئيسي على السمك والحيوانات اللي بتعيش في الأماكن الباردة زي الغزلان والدببة وغيرها. وبالنسبة للأدوات اللي كانوا بيستخدموها في الصيد، كانت الفاس والرماح لقتل الفريسة، ورقاقات الأحجار لإشعال النار وسلخ الحيوانات، واللي كانوا بيستخدموا جلود الحيوانات دي كملابس تحميهم من البرد. عصر إنسان الكهف كتير من الحيوانات العملاقة والمفترسة والمنقرضة حاليا زي الماموس والديناصورات، وعاشوا وتكيف معاه لآلاف السنين وتحمل ظروف البيئة القاسية. بعد كده ظهر الإنسان المعاصر في أفريقيا وانتشر تدريجيا في آسيا وأوروبا، ومن حوالي 30 ألف سنة اختفى إنسان الكهف عن وجه الأرض، وده لأنه ما قدرش ينافس الإنسان المعاصر على البقاء. وبالرغم من إن البشر في العصر الحجري صنعوا الرماح والأدوات التانية اللي كانوا بيستخدموها كأسلحة، إلا إنه ما كانش فيه حروب سياسية في الزمن ده، ومفيش أي أدلة كانت بتدل على وجود الحروب. وبيعتقد العلماء إن الكثافة السكانية في الزمن ده كانت قليلة جدا لدرجة تجنبهم من الصراعات بين البشر. والحروب دي بدأت مع بداية البشر في الاستقرار وتأسيس المجتمعات والبدء بالزراعة وغيره. وأما بالنسبة للغة اللي كانوا بيتواصلوا بيها البشر خلال فترة العصر الحجري، بدأت بإيماءات مع صعوبة وتلعثم في الكلام، كان بيستخدم حنجرته للتعبير عن الأصوات. وبعد كده بدأ البشر إن هم يتواصلوا من خلال إيماءات مرتبطة برموز صوتية دقيقة، وبعد كده اتطوروا شوية وبدأوا استخدام الكلمات المنهجية والإشارات، واللي استخدموا الصرخات عشان يعبروا عن مشاعرهم زي الفرح والحزن والكراهية وغيرها. وبعدها بدأ البشر في استخدام الكلام الواضح وتكوين لغة صنعوها بنفسهم. الحقيقة إن العصر الحجري كان بدأ منذ لحظة استخدام الإنسان للأدوات الحجرية وعظام الحيوانات المتحجرة، واللي تم العثور على بقايا ليها في وادي الأواشي السفلي في أثيوبيا، واللي بيعتبر من أقدم البقايا الأثرية في التاريخ. وكانت نهاية العصر الحجري مرتبطة باختراع البشرية تقنية زهر المعادن، وده كان بداية للعصر البرونزي.